وكده يكون التحميل انتهى وبقى عندنا كالي لينكس. عشان نفتحه هندوس على اليوزر نيم والباسورد ونعمل لوجين. اغلب الاسئله اللي بتجيلنا على صفحه الفيسبوك وكمان التعليقات في اليوتيوب هي اننا لحد دلوقتي لسه ما نزلناش طريقه لتثبيت الكالي لينكس على الجهاز، فالفيديو ده بناء على طلباتكم. السلام عليكم، انا محمد حسين وده فيديو جديد. الخطوه الاولى هي ان احنا هنفتح المتصفح جوجل او اي متصفح عموما ونكتب VMware Workstation. ندخل على اول لينك، ندوس على كلمة داونلود VMware Workstation Pro، ننزل تحت وندوس على داونلود ناو نسخة الويندوز. طبعا انا هلغي التحميل لاني كنت مثبته قبل كده فمش محتاجه. هندخل على علامة تبويب تانية ونكتب كالي لينكس، ندخل على اول رابط وبعدين جيت كالي، ننزل تحت لحد ما يجيلنا الكالي لينكس 2022.4. ننزل اول واحدة وندوس على علامة التحميل. الملفين مع بعض الكالي لينكس والفي ام وير الاتنين 4 جيجا مع بعض، ونروح لمكان التحميل وبعدين نفتح الفي ام وير ونثبته نيكست وبعدين فينيش. وبعد ما نثبته، بس انا مثبته طبعا، بعد ما نثبته هيظهر لنا على سطح المكتب، هندوس عليه هيطلب مننا الكي. طبعا المفتاح ده انا جربت اكتر من كذا مفتاح وهسيب لكم في الديسكريبشن المفتاح الاصلي اللي بيفتح اللي هيفتح البرنامج اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين كونتينيو وبعدين فينيش. طيب كده البرنامج اتحمل معانا وتمام زي الفل. الخطوة التانية وهي اننا هننزل هنثبت الكالي ذات نفسه. هندوس على كرييت ا نيو فيرتشوال ماشين وبعدين نختار اول واحدة recommended وندوس نيكست. نختار ان احنا منزلينه او هنثبته بالفايل الاي او اس اللي احنا نزلناه من على الموقع، ونحدده من على الجهاز ونختاره وبعدين نيكست. هنحدد هنا اللينكس الديبيان 10.x64 بت وبعدين نيكست. الخطوة هنا وهو بيقول لنا هنثبته فين. انا هثبته على بارتيشن اف لان هو عندي فيه مساحة كبيرة جدا، انت لازم تكون مخصص له على الاقل 50 جيجا. شوف البارتيشن مثلا لو السي فاضي احطه على السي عادي. اعمل له كده، عملت له فايل وبعدين نيكست. هنا بيقول لنا بيطلب مننا ان احنا نحدد هنديله كام جيجا على البارتيشن ده. انا بهديله 50 جيجا وبعدين نختار اول واحدة ونيكست. الخطوة التانية وهي التحديد. هنحدد الرامات، نفس موضوع كده الجيجات. انا بديله 3 رام اهو 300 ميجا بايت هي. وبعدين البروسيسور نخليه 2 و2 تمام. النتورك ادابتر هنخليها بريدجيت، وده عشان ياخد الاي بي من الراوتر ما ياخدوش من الجهاز. وبس ندوس كلوز وبعدين فينيش. هتظهر لنا هنا كده النسخة وبعدين ندوس على باور ونزيز فيرتشوال ماشين. هندوس على جرافيكال انستول، هنسيبه يحمل ونخلي عندنا صبر لان الموضوع بيطول جدا. هنا بيقول لنا اختار اللغة، هنختار انجليش. ينفع تختار العربي بس ما تختارهاش، كله هنا بالانجليزي. هنا بيقول لي اختار اللوكيشن، طبعا هننزل تحت نقول له اذر لان مصر مش مكتوبة هنا،
وبعدين كونتينيو، افريكا كونتينيو، وبعدين الدنيا كونتينيو. هنا بيقول لي الكيبورد هنخليها برضو US اللي هي امريكا، سيبه يحمل شوية. الهوست نيم ده اللي هو هيكون اسم التيرمينال اللي لما نفتحه جوه الكالي هيظهر لنا بالاسم ده. انا هسميه باسم القناة تيم وورك. بعدين الدومين برضو ملوش لازمة قوي، ده اهم حاجة. اليوزر ده اللي هنفتح بيه اللينكس. لما نيجي نفتح اللينكس في اي وقت بعد كده يطلب مننا يوزر نيم وباسورد، ده اليوزر نيم اللي هنستخدمه. وبعدين نحط الباسورد، نعمله يعني باسورد خفيف بما ان محدش يفتحه غيركم. بعدين كونتينيو. بعد ما يخلص تحميل شوية هنجيب هنا على يوز انتر ديسك، وبعدين كونتينيو اول اختيار، برضو كونتينيو وول فايل كونتينيو، وبعدين فينيش كونتينيو. هنا هنضغط على يس وبعدين كونتينيو. خلي عندنا صبر لان الموضوع انا هنا مسرع الفيديو، الموضوع بياخد اكتر من 4 ساعات. لو جهازك عالي الامكانيات جدا هياخد 2 ساعتين، انا هنا عندي خد 4 ساعات ونص تقريبا عشان يخلص تحميل. يس بعد ما يخلص تحميل. طبعا يا جماعة لازم نكون جنبه وهو بيحمل، لانه هيجي هنا في نص التحميل وهيوقف، هيطلب مننا اذن او صلاحية، هنديله يس، فلازم نكون جنبه وهو بيحمل، ما نسيبوش يحمل ونمشي. هنختار هنا تاني واحدة ديف SDE وكونتينيو. اهو ده مثلا طلبه في نص التحميل بعد ما كان عدى 2.5 ساعة عادي. هنسيبه كده يحمل ونرجع له بعد ما يخلص finishing the installation. هنا بعد ما بيقول لي ان التحميل انتهى والملف اترفع وجاهز للتشغيل، هندوس كونتينيو وكده يكون التحميل انتهى وبقى عندنا كالي لينكس. عشان نفتحه هندوس على اليوزر نيم والباسورد ونعمل لوجين. فتح اللينكس معانا وبقى عندنا كالي لينكس. طبعا غير الباك جراوند الخلفيه لان انا ما بحبش الخلفيه بتاعتهم دي، وهي بس كده. ممكن مثلا ندخل نجرب التيرمينال، ندخل على التيرمينال ونكتب fconfig، وده اللي هو بيظهر الاي بي بتاعنا اللي واخده من الراوتر مش من الجهاز. وبس كده نكون خلصنا. سلام.